جزيرة الفنتين تعتبر جزيرة الفنتين من أجمل مزارات السياحة في أسوان، كما أنها تحظى بأهمية تاريخية واستراتيجية حيث كانت أهم الحصون الحدودية للبلاد، وكونها كانت همزة الوصل بين مصر وجارتها في السودان، ومركز تجاري هام. ويرجع اسمها إلى اللغة المصرية القديمة أبو، والتي تعني الفيل، إما لأنها كانت مركزا لتجارة العاج، أو لأن الجزيرة تأخذ شكل نبي الفيل كما يرجح البعض، وكان للجزيرة معبود هو الإله خانوم على شكل رأس الكبش. جزيرة الفنتين ذات موقع جغرافي فريد ومناظر طبيعية خلابة يحملها نهر النيل، تجتمع بها العديد من المعالم السياحية في أسوان ذات الجمال والتاريخ المتعاقب من عصور مختلفة، حيث يتمتع السائح بزيارة معابد تحتمس الثالث من الدولة القديمة، ومعبد خنوم، وأفوانيس الثالث، والجبانة اليونانية للرومانية. أما باقي الآثار الموجودة على الجزيرة فلن يكفينا عدة مقالات للحديث عنها. ضريح الأغا خان. يقع ضريح الأغا خان على بعد 2.5 ميل من محطة قطار أسوان، وقد بناه محمد شاه الشهير بآغا خان الثالث، وكان الزعيم الروحي للطائفة الشيعية الإسماعيلية في الهند، والإمام رقم 48 عام 1885، وكان واحدا من أغنى رجال العالم. كان أغا خان يعاني من الروماتيزم وآلام العظام، ونصحه صديقة بضرورة السفر إلى أسوان أملا في التعافي نظرا لشهرة السياحة العلاجية في أسوان لجوها الصحي ورمالها الشافية، فسافر إلى أسوان عام 1954 مع زوجته وأتباعه، وقام بدفن رجليه في رمال أسوان يوميا، وبعدها بأسبوع تعافى تماما من مرضه، وقرر أن يزور أسوان كل شتاء، ثم بنى له فيلا وأيضا مقبرة لتخليد ذكرى شفائه في هذا المكان ويدفن به بعد وفاته. الضريح مبني من الجرانيت الوردي، ويشبه المقابر الفاطمية في القاهرة، ويقع بالقرب من دير القديس سمعا على الضفة الغربية في أسوان، والضريح مقام على ربوة تتيح للزائرين رؤية بانورامية للمنطقة. ظلت زوجة أغا خان تزور الضريح بعد وفاة زوجها، وأوصت بوضع الزهور على القبر كل يوم، وعندما ماتت دفنت مع زوجها، وأصبح الضريح يجتذب العديد من حجاج الطائفة الإسماعيلية والزوار من جميع أنحاء العالم، ويعد معلما بارزا ضمن معالم السياحة في أسوان. قبة الهوى هي مقابر النبلاء في العصر القديم، وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى قبة علي بن الهواء، والتي ترتفع بمسافة 180 مترا. تدمير تلك المقابر التي تربط ما بين العصور القديمة مرورا بالعصور الوسطى ثم الحديثة، بطابعها الخاص من حيث التصميم الذي يبدأ بممر رملي صاعد حتى الوصول إلى مدخل المقبرة، والذي بدوره يوصل إلى قاعة بها عدد من الأعمدة الجرانياتية، فيما زينت الجدران بالرسومات الملونة للرائعة التي تحكي حياة الإنسان المصري اليومية من فلاحة الأرض وبذر البذور والحرث والحصاد، وفي وسط الصالة ممر يؤدي إلى غرفة الدفن. وقد اكتسبت قبة الهوى مكانة مهمة ضمن آثار أسوان، وتعتبر من معالم السياحة في أسوان التي يفضل زيارتها محبي ودارسي علم المصريات. جزيرة النباتات. لا شك أن جزيرة النباتات من أروع الأماكن الترفيهية في أسوان، وهي بمثابة محمية طبيعية مقامة على مساحة 17 فدان مقسمة إلى 7 مناطق نباتية مختلفة، في كل قسم منها مجموعة من النباتات المعمرة والنادرة، حيث تم تهيئة الأجواء المناسبة لنموها في البيوت الزجاجية وللصوب البلاستيكية. وهي تضم 380 نوعا من مختلف النباتات، حيث تحتوي على مجموعة الفواكه والأشجار الاستوائية، والنباتات الطبية والعطرية، ونباتات الزينة وأشجار الخشب والتوابل. ومن أمتع الأنشطة التي تجتذب السائح ركوب المراكب الشراعية في رحلة نيلية رائعة للوصول إلى الجزيرة، مستمتعا بأروع المناظر الطبيعية وأشجار النخيل التي ترخي فروعها على مياه النيل في منظر خلاب، وانعكاس الشمس على سطح النهر يأخذك لعالم من السحر والخيال. وعلى الجزيرة سوف تستمتع بالتجوال في الممرات المعدة للسير بحرية لاكتشاف الجزيرة ومشاهدة الزهور والنباتات النادرة والطيور الملونة والغريبة،
وإذا شعرت عزيزي السائح بحاجتك إلى بعض الراحة فسوف تجد ذلك المقهى اللطيف المطل على النيل لتستمتع فيه بتناول الأكلات الخفيفة وتناول المشروبات اللذيذة.